عاصمة الكذب. في يوم سألت نفسي، هل الكذب ممكن يكون حضارة؟ ويحصل إيه لو كل المجتمعات قررت تكذب على بعض وتحارب الصدق كنوع من أنواع التطرف، ويبقوا عارفين إنهم كذابين وبرضه مكملين؟ يا ترى بعد 100 سنة كذب من دلوقتي المستقبل هيبقى شكله عامل إزاي؟ خايف أقولك إن بعد 100 سنة البشر هيختفوا، بس مش بسبب حرب نووية ولا فيروس غامض. اختفوا لما فقدوا الحقيقة، فقدوا الصدق، لأن الكذب مش هيبقى مجرد عادة، الكذب هيبقى حضارة، بس مش حضارة حقيقية ولا إنسانية، إنما حضارة وهمية همجية ووحشية. المجتمع كله بيكذب، والكارثة إن الكل عارف بس ساكت. كلهم كذابين وبرضه مستمرين في الكذب. تخيل مدينة كاملة مليانة لوحات مكتوب عليها اشتري السعادة ب99 وحدة من الوهم. في المدينة دي أول واحد قال كلمة صدق اختفى. تخيل الكذب يسيطر على عقول الناس كلها، الأخلاق نسيوها، ولما الأخلاق تتنسي العدالة هتموت، ولو العدالة ماتت البشر هيبقوا وحوش ما بتعضش، بس ما بتحبش وما بترحمش وما بتحسش كمان. قبور جماعية مكتوب عليها ماتوا لأنهم قالوا الحقيقة. المجتمعات ماتت لما الكذب بقى عادة، وبعدين عبادة، وبعدين قانون. يعني الكذب هيعمل كل ده؟ أيوة، لأن بالكذب الثقة هتموت بين الناس. من غير الثقة مش هيبقى في صداقات حقيقية، ولا زواج ناجح، ولا شراكات اقتصادية مستقرة. الناس هتعيش في حالة شك دائم. يعني لو الكذب بقى طبيعي، حتى القوانين والمحاكم والتعليم والإعلام والسياسة هيبقوا أسلحة دمار، لأنهم مبنيين على الباطل. تخيل معايا محكمة كلها كذب، أو مدرسة كلها حقائق مزيفة. الدكتور هيكذب على المريض، هيحصل انهيار للأخلاق، ومع الوقت الناس هتفقد إحساسهم بالصح والغلط والحق والباطل. الجيل الجديد كله من طفولتهم هيكبروا على الكذب والخداع. الضمير هيختفي، وبالتالي الحقيقة هتموت. ولو الحقيقة ماتت الإنسان هيحس إنه تايه، مفيش معنى للصدق ولا للنجاح ولا حتى للفشل ولا حتى كمان للحياة. أنا زعلان، متضايق قوي، لأن الكل بيزور الواقع. الناس هتبقى فاضية من جوه. حتى الناس يا عبد الحميد، حتى الناس نسيت شخصياتنا الحقيقية. بعد 100 سنة المجتمع هيبقى شبه ميت، ومفيش تقدم حقيقي، لأن الكذب مش بيبني حضارات. العلم هينهار، لأن مفيش بحث صادق. حتى الدين هيبقى محرف، والناس كمان هتتعبد بالكذب، وهتحب بالكذب، وهتحلف بالكذب. وده معناه ان البشرية هتبقى هالكة لا محالة. علشان كده من اهم تعاليم الاسلام كان الصدق، وعشان النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف قوة الكلمة وأهمية الصدق، فقال إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، إلى آخر الحديث. وفي آية قرآنية قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما قالش اسمعوا، قال كونوا، لأن الصدق مش اختيار، ده هوية. ولأن الصدق كمان مش خلق عابر، ده قانون ساكن في قلب الكون وقلب الإنسانية، وكل حضارة اختارته اتخلدت في التاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف إن الكلمة لو فسدت كل حاجة هتفسد. من 1400 سنة علم الناس إن الصدق مش كلام، الصدق حياة. لأن الكذب مش بس هيدمر العلاقات، ده هيكسر قوانين ربنا اللي بتحافظ على توازن الكون من أول سيدنا آدم. وأخيرا، ما ينفعش نبني حضارة على وهم، زي ما ينفعش نبني بيت على دخان. عشان كده الصدق بينجي مهما حصل.